ما تيجي نشوف ليه جوزيه جوميز غير زياد كمال بعد 32 دقيقة بس قدام الأهلي، وإيه المشكلة اللي كان عاملها. علشان نفهم تعال أوريك أصلا إيه اللي كان طالبه منه جوميز. ببساطة إنه يبقى لازق لإمام عاشور ويمنعه من تشكيل أي خطورة، زي ما أنت شايف على طول قريب منه. دي حالة بتأكد نفس الكلام. شوف الكرة فين وهو بيدور على إمام فين، وحتى لما اتحرك علشان يضغط على الشحات قفل زاوية التمرير الممكنة لإمام، ولما حس إن إمام ممكن يستلم ضغط عليه بشراسة علشان يستخلص الكورة. ولحد هنا كله ماشي حسب تعليمات جوميز. بس المشكلة هتبتدي من بعد ما يقطع الكورة، خصوصا إن جوميز بيحارب كولر بالاستحواذ، فما ينفعش لعيب الارتكاز يخسر الكورة. وهنا زياد بعد ما قطع كان عنده 2 لعيبة ممكن يسلمهم الكورة بكل سهولة، ولكن بدون ضغط حقيقي اداها لمروان عطية. ودي حالة كمان للتأكيد الأهلي بيحضر في نص ملعبه وزياد لازق لإمام عاشور. بداية ظهور خطورة إمام الحقيقية كانت اللقطة دي. في بدايتها شوف زياد مراقبه عادي جدا زي ما احنا متفقين، بس لسبب ما قرر زياد يسيب إمام في ظهره، وبكده تظهر مساحة في قلب ملعب الزمالك في ظهر نص الملعب وقدام خط الدفاع يتحرك فيها إمام بحرية. وبالفعل التمريرة توصل لإمام عاشور اللي سرح في ظهر زياد كمال، وتبقى أخطر هجمة منظمة للأهلي في المباراة تقريبا. زياد كمال كان المفروض يساعد في بناء هجمات الزمالك بنزوله مع قلبين الدفاع، ولكن زياد كان مشكلة أكتر منه حل. بيتحرك ناحية وسام وما بيبقاش خيار تمرير متاح، وعلشان يصلح من غلطته ووضعية جسمه لما اكتشف إن الفريق ما عداش ضغط الأهلي رجع، وكان وضع جسمه ناحية محمد عواد، فكان القرار السهل إنه يلعب لعواد ويبتدي الزمالك يحضر هجمته من تاني. ولكن في قرار غريب قرر إنه يعدل جسمه وهو بيستلم، وده اللي شجع وسام أبو علي إنه يضغط عليه، ومع ذلك كان ممكن بباص سريع يضرب ضغط الأهلي كله، إلا إنه قرر توريط المثلوثي، ومع ضغط وسام بالتالي خسر الزمالك الكرة بكل سهولة، وده اللي مش عايزه جوميز. نرجع بقى تاني لدوره مع إمام عاشور. دي كرة لسه مش واضح هتبقى بتاعت مين. شوف تمركز زياد وإمام الاتنين جنب بعض تقريبا، وزياد أقرب للكرة، وسام نجح إنه يستخلص الكرة. بس شوف الفرق بين رد فعل إمام عاشور وزياد كمال. طبعا إمام وصل للكرة أسرع وكان ممكن يسجل بسبب بس بطء رد فعل زياد. تعال بقى نشوف آخر حالة واللي بعديها جوميز قال شكرا. هنا زياد معاه الكرة والزمالك بيحاول يطلع بيها، وبالفعل ينجح إنه يلف، وبقى قدامه تمريرة سهلة ممكن يلعبها لعبد الله السعيد على جنب الملعب، ولكنه قرر إنه ما يلعبش الباص فيتحول الموقف لواحد وسط 3، وبالتالي تتقطع منه الكرة تحت الضغط. ولأن المصائب لا تأتي فرادى لزياد كمال، تروح الكرة لمين؟ بالظبط كده، إمام عاشور، علشان يضطر يعمل عليه فاول تكتيكي يكلفه إنذار. وفي اللحظة دي كان قرر جوميز تجهيز بديل زياد كمال، ورجع الزمالك باستحواذ أفضل بعد التغيير. أشكرك لو وصلت لحد هنا، أتمنى يكون الفيديو عجبك، وما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب.